السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المتابعين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى من الله تكونوا في ظروف جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. نهار جديد وفيديو جديد ومع الكوزينه اختي، مع المطبخ. ما تسديوش على الدروينه اللي مورا، راه بقى ما خصك الماعن. طيبت شي حاجه راه صورتها معكم، دابا نحطها لكم في القناه. ودابا ان شاء الله بغيت ندير واحد الشهدان وليداتي بغاوها، قلت علاش ما نشاركها مع المشاهدين ديالي، نعطيهم فكره ونشجعهم ويتحمسوا وينوضوا اختي حتى هما مع العشيه ويديروا البوتين وليداتهم سخون. الله يخطيكم، راكم كاينين، الله يخطيكم عليا. عندي هنا الدقيق الصراحه ما عبرتوش، تقدروا ديروا نص كيلو، ديروا كيلو اللي بغيتوا. انا هزيت من الخنشه وغربلت. غادي ندير اختي، المهم تقريبا غادي يكون هنا شي كيلو وشي حاجه ديال الطحين. غادي ندير هذه معلقه صغيره هانتوما. دابا مع خصني يوجد ليا بكري، غادي ندير واحد 2 معلقات ولا 3 كاع، غير 2. ندير غير 2 صافي. قررت ندير غير 2. ندير معكم شويه الملحه، ما نديروهاش مع الخميره. هانت معلقه المليحه ويلي، هانتوما نص معلقه صغيره ديال الملحه غنديرها هنا في هاد الجنيب هذا. ايوا غادي ندير اختي واحد شويه سنيده مع هاد الخميره باش تفاعل ليا، ولكن راه الكاس ماشي كبير، الكاس صغير ديال اتاي، وغادي ودرت كاس قل ربع ديال سنيده. ها هي. وعندي اختي واحد المعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ها هي كتجي غزاله، وديك الريحه ديالها غزاله. كانوا كيديروها والدينا في مواسنا، كيديروها في سميتو، كيديروها في الخبز، كتجي غزاله كتحمق. البيض غندير بيضه واحده كامله، بسم الله. غندير بيضه كامله وبيضه واحده، غادي ندير غير البيض ونخلي الصفر باش ندهن الشهده ديالي ان شاء الله. هانت غير بهذا الشكل، تحاولوا ما تطيح لكمش داك الصفر، تخويو غير البيض. صلاه على النبي، وغنحتفظ بها داك الصفر باش ندهن به الشهده ديالي. صلاه على النبي. ندير قطره من الخل. الخل علاش كنديروه؟ كيعطي واحد التفشفيشه للعجينه. تكون معلقه صغيره اللي درت. وغندير كاس ديال الحليب، ديك الخميره غنخوي عليها شويه د الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد باش تفاعل ليا. هانتوما ونخليها تما ونكمل المقادير ديالي. نزيد كاس اخر ديال الحليب. الا عندكم الحليب ديروه، ما عندكمش ديروا غير الماء. المهم الشهده كتجي غزاله غزاله. هانتوما وغندير واحد 4 كاس ديال الزيت. هانتوما 4 كاس ديال الزيت، اي زيت عندكم، زيت الزيتون، زيت المائده، اللي كان عندكم ديروه. ما تحتاجوش عندي هنا الشكلاط باش غادي نعمرها ان شاء الله، واحد شويه الشكلاط قطعته طريفات. بسم الله على بركه الله. هانتوما اختي شوفوا المقادير. الا عندكم شي نكهه ديال الحامض ولا ديال الليمون ديروها، كتجي غزاله في هاد الشهده. بسم الله. غادي نخلط هاد المكونات هادو، ندخلهم مع هاد العجينه، مع هاد الدقيق عفوا، بهذا الشكل، حتى نلبس هاد المقادير كاملين مع هاد الدقيق هذا. هانتوما باش غادي نجمعها الكبيدات، غنجمعها بالماء مع هاد المقادير اللي درت. يلا غادي غير نلبس ليها
نلبس الدقيق مع دوك المقادير اللي درت. هانتوما باقيه يلا تحربلت شويه. يلا خلطتها شويه بهذا الشكل. دابا غادي ندير الماء، ندير غير بالقياس. نزيد واحد نص معلقه ديال الزبده. خصنا لها هشاشه، عرفتي لها خصنا هادشي يجي هشيش ومرمل وزوين. هانتوما قياس واحد المعلقه اللي درت صافي. فاش غنبقى نعجر غادي نكبس كلشي هادشي مع بعضياتو ونخلط بهذا الشكل. شفتوا ملي كيكون فيها المقادير وكتلبسها مزيان راه ما كتحتاجش تشد لكها. وما كتحتاجش الماء بزاف، غير شويه وديروا غير بالقياس. خويو بشويه حتى تشرب داك الماء، وزيدوه بشويه بشويه. الا خويتو بزاف ما هي فيها الزيت فيها الزبده فيها الخل فيها كلشي. وديروا واحد الساشيه ديال الخميره حمراء من فئه 8 غرام. انا ما درتهاش حيت ما جبتهاش، ما عنديش، نسيتها ما جبتهاش، ولكن معليش غادي تجي تبارك الله زوينه. هانتوما القوام ديالها، هانتوما شفتوا القوام ديال العجينه. راه ما كندلكها ما حتى شي حاجه، خليها تدلك راسها. صافي غادي ندهنها بزويته وندير لها السلوفان ونخليها حتى تخمر. عاد نتلاقى معكم باش نشكلها حداكم ان شاء الله. صافي البنات هانتوما هي خمرت العجينه ديالي. سمعتوا اللاطه ديالي اللي غتدخل الفران دهنتها غير بالزبده فقط، ما كندير لا دقيق لا حتى شي حاجه. والشكلاط قطعته طريفات، ولكن علاش درت ليه بحال هكا حيت واحد الحراره كوزينه سخونه زعما ديال بصح، ودرت ليه بحال هكا قطعته طريفات ودرت هكا مفرق باش ما يلصق حيت دايب. ايوا الزويته. بسم الله وتوكلنا على الله. هانتوما كنقطعوا العجينه، شفتوا خامره تبارك الله. كنقطعوا العجينه بحال هكا وكنديروا فيها هكا طريفه الشكلاط. بغيتو تكثروا بغيتو تقللوا حيت ما خصكمش عاوتاني الحلاوه بزاف. هانتوما بغيتو ديروهم صغار ديروهم كبار كما بغيتو ديروا ليهم. هانتوما انا غنديرهم على هذا الحجم. نزيد معكم وحيده. هانتوما الشكلاط كنخشي هنا، كنجمع عليه هكا العجينه، كنقطع هكا وندير القياس اللي بغيت. هانتوما كنبقى نستف. شفتوا غادي نبقى غاديه هكا كندور حتى نشكل الشهده. صافي الكبيدات بعد ما ساليتها غطيتها بالسلوفان بحال هذا الشكل. هانتوما وخليتها حتى خمرات الشهده ديالي. ايوا دابا خربت واحد جوج بيضات كما كتشوفوا ها هما، وغادي نحاول نسقي الشهده ديالي ندهنها هكا بالبيض من الفوق باش كتحمر وكتجي زوينه. هانتوما الفران راه شعلته غير لتحت. هانتوما شعلت ليه غير لتحت 180 درجه الحراره. صافي تا غادي تحمر ليا من التحت وطيب، حيت الطيب ديال الشهده ولا ديال الكيكه ولا ديال كرواسه ولا التيبان اي حاجه كطيب من التحت. من الفوق غير كتحمر صافي تطيب ليا من التحت ونشعل عليها من الفوق عاوتاني تحمر وتعطيني ديك اللوين الذهبي ان شاء الله. يا ربي غادي نخرجها نتلاقى معكم وتشوفوا كلشي ان شاء الله.
معايا، دعموني باللايك ديالكم، بارطاجيو ليا القناه باش تزيد للقدام، ولهنا يخطيكم. وراكم كبرتوا بيا في هذا الفيديو ديال الحوت، الله يكبر بكم. لهنا يخطيكم. هانتوما صافي، دابا دهنتها كامله، وملي تكونوا دهنوها ما تضغطوش عليها باش ما تدفش، باش تبقى منفوخه وتجي من الداخل خاويه. دابا غندير شويه ديال الجنجلان بهذا الشكل، نرش عليها شويه بحال هكا. كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ما ديروهش. هانتوما الكبيدات. دابا غادي ندخل اللاطه ديالي للرا، ورش على ليه غير لتحت كما قلت لكم. غنخليها حتى طيب سخون، غنخليها حتى طيب من التحت، وعاد نشعل ليها الفران من الفوق باش تعطيني ديك اللوين الذهبي ان شاء الله يا ربي. ونخرج اللاطه ديالي ونتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها، كيفاش كنسقيها وكيفاش كتجي غزاله. المهم كما كتشوفون المشاهدين، ها هي الشهده ديالي طابت. هانتوما كي كتجي، هانتوما كتجي ذهبيه رائعه غزاله. شوروا لي على المعاناه. تحيه الكاس. هانتوما ايوا دابا صيفط بلا لي جاب ليا العسل، جاب لي هاد القريعه هادي. دابا غادي نسقيها ان شاء الله. عطيتو يجيب ليا عسيله، جاب ليا هاد القريعه هادي، عرفتش بغات دير ليا. هانتوما شوفوا تبارك الله كي كتجي مسقيه ومفشفشه، ها خاويه من الداخل. شفتوا تبارك الله. كنتمنى تعجبكم هاد الشهده اللي شاركت معكم، وتجربوها وتخليوها ليا في التعاليق، ودعموني باللايك ديالكم والتعاليق الزوينه اللي خطيكم. هانتوما يلا مع السلامه وشهيه طيبه، الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله يا رب. السلامه.